طبعا مش شغلانته طبعا. هو انا دلوقتي النهارده لو ميكانيكي قال لي بيستم ده بايظ، انا افهم بايظ ولا مش بتاعتي. لا. تمام. انا النهارده راجل، انت بتيجي كزبون بتقول لي استاذ احمد ترومبه عندي فيها وفيها وفيها، فبقول لك الترومبه مثلا كده عاوزه تتحل، بتقول لي هتصرف كام؟ اقول لك الله اعلم، دي بطيخه مقفوله. تمام. وفعلا دي حقيقه يعني لكل بتوع الترومبات، مش ليا لوحدي. طبعا ليه يا عم عزت بقى الترومبه زي ما انت شايف فيها كام جزء؟ ده هيصه وزفه. ده انت على مؤاخذه الكلمه قاعد في ارض اجري بقى هات اخرك. طب انا ما الاستاذ احمد برضه ما هو الناس اللي ما عندهاش ضمير يعني، بس سيبك ان انا معاه. اتفضل يا اسطى قول. انا اللي انت عايز تقوله انا من الاخر. فانت النهارده حلينا الترومبه، لقينا مثلا في جزء ما بيعملش مشكله يعني اللي هو ما بيظهرش، كذا جزء اللي هو ايه، طقم البكر ده مريش. تمام. ما بيظهرش، ما بيعملش عيوب في المكنه الا في حاجه واحده اقولها لك أنا. اجيب الكاميرا. نجيب معلش عشان خاطري. انت كده هتخلي زمايلي يحطوا عليا. مفيش حد ولا يحط عليك ولا بتاع. احمد خليك كويس. بس انا معاك في الصح، طول ما انت معايا في الصح انا معاك في الصح وفي ظهرك يا عم عز. معايا. بص يلا يا ريس. بص يا باشا، اول هام ده ما بيبانش لو عامل رايش زي كده يا عم عزت. الكاميرا بتاعتك مبينه حضرتك ولا مش مبينه؟ مبينه ما بيبانش. تمام. هقول لك بيبان في حاله ايه. طيب دي حاجه لو باينه في لو عامله مشكله في العربيه ما بتبانش غير عيب واحد بس. ده ايه ده؟ دي الكامه. وده البكر اللي بتمشي عليه الكامه. تمام. طبعا لما البكر بيبوظ او الكامه بتبوظ بتعمل زي ما انت شايف كده. ايه بقى اضرار دول؟ اللي هم بيعملوا رايش، يطلعوا على مكنه البطال، تيجي تبطل العربيه مثلا تقعد تاخد وقت او تبطل، اصبح كده اللي فيه رشاشات ما عملتش معاك العيب دوت وما لحقتهاش، بتقوم داخله على فين؟ على الرشاشات كاتماها، اللي طبعا خرم الرشاش ده انت ما تعرفش تجيبه. تمام اصغر من شعرات دماغك. ده بند واحد، ده البند ده اللي يعمل العيب ده. تمام. اللي هو الرايش بيطلع على الرشاط او بيطلع على مخرج البطال، تيجي تبطل تلاقي العربيه ما بتبطلش. تمام. وتلاقي العربيه عامله تقطيعه في نص الدوس. ماشي. ادي ده بند رقم واحد فين؟ زي الفل في الترومب. تمام. نيجي للبند الثاني. ترومبه عامله صوت اللي هو ايه؟ نقرازه. ادي اللي بيعمل عيب نقرازه. المجموعه برضو الكامل اللي دي بتركب على دي والمجموعه دي بتلف، لان كل حاجه بتكمل بعضها يا عم عزت. تمام. ده عيبه ايه؟ اللي هو الصوت. معرفش انت سامعه اهو. بيعمل صوت جرس ونقرزه في المكنه. تمام. نيجي للعيب الثالث. عربيه بتغير في الدوره الصبح. اهو ده اسمه ايه؟ ده جاز شفط، اللي هو من بالليل للصبح يخلي العربيه تريح جاز. تمام. تاني حاجه معاه اللي هي الجلبتين اللي قدام اللي بيركب فيهم العمود ده مع جهاز الشفط هنا. طب الجلبتين دول لما مبوشين يعملوا حاجتين، يخلوا معاك الجاز يريح حتى لو انت مغير جهاز الشفط، ويخلوا العربيه تجيب جاز على الزيت. الجلبتين مع القلسين، ولو العمود متجه. ادي 3 بنود في بند واحد. تمام كده يا عم عزت؟ تمام. نطلع بس الحاجه دي. نطلع. تمام. البند الثالث، العربيه بتعمل نقرزه في السلانسيه. بيبقى ده اتكسر. ده اسمه ايه؟ ده التايمر بتاع الجنب، بيست من الجنب بيسموه. اللي هو ده لما بيعمل نقرزه بيعمل صوت في المكنه. ما اقدرش انا اقلب الوش ده عشان لو قلبته بيبقى شكل الترومبه وحش. فبيخليه ده مع الشغل ده بيقعد ايه؟ يرزع في ده داخل خارج كده، فاصبح من هنا بيتكسر. بيعمل ايه؟ بعد اوقات بيقوم عامل رايش برضو، يطلع رايش فين؟ على الرشاط، والرشاط تجيب الكامه والشغل ايه اللي انت شايفها دي. تمام. بنعمل احنا ايه بقى؟ ساعات بنقول للزبون هنغير لك ده وما نحاسبوش عليه او نقلبه، نخليه العدل ده كده عشان ما يتكسرش. انت لو قلبت الوش ده على التايمر كده عمره ما بيتكسر ولا عمره بيبوظ. في ناس تقول لك لا عشان المنظر وبتاع والكلام ده. تمام. منظر ايه؟ ما هو جوه. لا بيبان برضه في العربيه باين. تمام. تاني ايه؟ الشرح اللي انا بشرحه لك ده كله على الترومه دي بتاعت اسكندريه. تمام. الحاجات اللي كده بوراها دي كلها اللي انا مطلعها دي كده لحد دلوقتي بايظه. مفيش مشكله. انا مطلع لك كام قطعه بايظه. تاني ايه؟ ده طبعا انا لسه برضو مع الاستاذ احمد، بس انا بساله سؤال. هو دلوقتي راح ايه قبل الفيديو ده؟ كان ايه يعني اعصابه هاجت شويه، فانا ايه ههديه وكده. انا بساله انا دلوقتي عندي عربيه وفكيت الطلمبه او في في قطع غيار بالنسبه للطلمبه اتغيرت، ليه ما اخدهاش؟ طب ما ممكن تبقى هي دي شغاله، انت ليه مش عايز تدهاني؟ هي دي بقى النقطه. هات لي زبون
قال لك انا طلبت حاجه من لوست احمد وما رضيش يديهاني. بص يا عم عايزك كالاتي، يلا. انا او الصنايعي بتاعي تمام. انا دلوقتي بفور ترومبتي، بطلع الاجزاء اللي هي بايظه مثلا كامه زي كده ما ينفعش تشتغل تاني عمرها، ماشي، واستحاله تشتغل تاني. تمام. برص لك الحاجه هنا ادي، برمي لك حاجتك هنا وبصور والعالم كله بيشوف دلوقتي حاجتك القديمه. تمام. وجبت انا الجديد قفلته. تمام. انا شغال، انت وانت واقف بتلم حاجتك وبتاخدها، انا مش بتاعتي اللي انا اقول لك ما تاخدهاش. وساعات الزباين بتنسى حاجتها. هات لي زبون قال لك انا قلت للوست احمد اديني حاجتي وقال لي لا. طب بالامانه يعني انت ما بتعمل، يعني انت ما تاخدش الحاجه وتبقى الحاجه ممكن تبقى هي شغاله. لا ما فيش منه وتقدر تشغلها تصينها في الطلمات عندك يا احمد وتبيعها. لا انا معلش انا بسالك، انا عمري يا باشا يعني. عملت كده لان انا مش ناقص بضاعه. انا عندي معوزه في الكلمه، عندي بضاعه يعني. الحمد لله، وعندي استيراد. اللي انا ما بص يا عم عايز اصلي ما فيش حد النهارده بيحل حاجه وتكون شغال. يعني ما ممكن دي شغال، ممكن دي بص اقول لك في واحد بيشتغل بقى، ما انتوا عندكم صناعه بتشتغل، هو انتوا اساسا ما عندكوش ضمير. بص يا باشا صلي على النبي، عليه الصلاه والسلام 95% من بتوع الترمبات ما عندهمش ضمير. طب تمام، ايوه كده عشان الصراحه الشغله بتاعتنا دي مخفيه وفيها طمع. شغله ما فيش حد عارف فيها حاجه. عشان بس انا عايز اثبت لك، شوف الاشتغال ازاي، وشوف بقى الايه الموضوع. بص يعمل لك ازاي، بص 700,000 حاجه، بص اهم. ده بالنسبه للطلمبه كلها. قول لي انت بقى لو انت ناصح هتعمل ايه معاه؟ هيشتغل. بص اهو عشان تعرفوا الشغلانه منين. انت بص يا احمد، انت فكيت الطلمبه اهي، غرقتني. تمام ماشي. بص يا عم عايز صلي على النبي عليه الصلاه والسلام. الصنايعي مننا كل صنايعي وربنا مديله عقليات وفكر بيشتغل بيه. انا في ايدي اوفر لك، وفي ايدي اغرمك، وفي ايدي اجننك، وفي ايدي يعني في ايدي كل حاجه، وانت واقف قدامي على البنك العب بيك. تمام. انت النهارده انا راجل صنايعي بفور ترمب، الحمد لله. انا هتكلم عن نفسي بقى. طبعا اخواتي كلهم على دماغي. انت دلوقتي راجل، انا واحد من الناس لو الحاجه فيها 70% مش هقول لك بقى 80% بغيرها، لان الترومبه والرشيد اخطر حاجه في العربيه ممكن تدمرك. انا واقف مش فاهم اي حاجه، وبرضه صاحب العربيه واقف برضه مش فاهم اي حاجه. هتفضل تقول لي اصل الهيد ده ولا هيد ولا ميد. لو ميكانيكي واقف برضه مش فاهم حاجه، بعد احترامي يا اخواتي تمام على عينينا زي ما انا بقف على اي